عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مبدئيا كده وفي الاول وقبل ما اقول اي حاجة بحب اشكر جدا كل الناس اللي عيدت عليا وعيدت على اولادي. فعايزة اقول لكم شكرا لكل حد اهتم، شكرا لكل حد كتب كومنت، شكرا لكل حد بعت لي رسالة وقال لي كل سنة وهم طيبين. مبسوطة جدا بوجودكم في حياتي، وشكرا فعلا ان انتوا ضيعتوا وقتكم وحبيتوا تعيدوا علينا. تعالوا بقى نبدأ واقول لكم ازاي عملت الاكل بتاع العيد ميلاد، وكل الاكل اللي انتوا شايفينه ده بعجينة واحدة بس. تعالوا نبدأ ونشوف عملت الاكل ده كله ازاي، وازاي تعملي حفلة في البيت بمنتهى البساطة والسهولة. يلا بينا نبدأ. بصوا، احنا هنبدأ بالعجينة وبعدين نكمل باقي الأكل بتاعنا. العجينة بتاعتي معايا كوباية من المية الدافية، حطيت عليها معلقتين كبار من الخميرة، معلقتين كبار من السكر. هقلبهم مع بعض وهسيب الخميرة على جنب كده لحد ما تتفاعل، علشان بس نتأكد انها شغالة. لو انتي متأكدة من الخميرة بتاعتك تقدري تحطيها على طول، بس انا بحب دايما ادوب الخميرة في المية علشان لما بحطها على الدقيق على طول بيبقى ليها اثر، ببقى شايفاها بعد كده. المهم الدقيق بتاعي ده كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة من الملح، معلقتين كبار من الحليب البودر، وتقدري تستغني عنه عادي جدا. المهم هقلب الدقيق بتاعي كده باللبن والملح، وهقلبهم كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بالمية اللي عليها الخميرة والسكر، وهفضل اعجن كده فيهم، وهزود مية بالتدريج، بعدين مية دافية بالتدريج لحد ما العجينة بتاعتي تتلم. عايزة اقول لكم ان انا عملت العجينة دي مرتين، يعني انا عملت 2 كيلو من الدقيق، عملت منه كل الاكل اللي انتوا شفتوه ده معايا في الاول، وعملت منه 3 بيتزا حجم كبير، بس البيتزا دي شلتها ما حطيتهاش معايا في العيد ميلاد. يبقى انا عملت منها 3 قطع بيتزا تاني حجمهم كبير، غير الاكل كله اللي شفتوه معايا في الاول. وعلشان العجان بتاعي صغير مش بيشيل كتير، فعجنت كل كيلو لوحده. وهنا بقى قوام العجينة بتاعي بقى مظبوط، هزود عليه ربع كوباية من الزيت وهلم بيها العجينة بالشكل ده، ورجعت حطيتها في الطبق بتاعي، وعملت الكيلو التاني وحطيته برضو في الطبق، عجنتهم مع بعض كده بايديا، وبعدين غطيتهم واسيبهم يخمروا. على ما يخمروا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه في الاكل بتاعنا. هنا معايا بقى معلقة زيت على مكعب زبدة، نزلت عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده، عليهم رشة ملح. بفضل أشوح وأقلب في البصلة بتاعتي لحد ما تدبل بالشكل ده. هنزل عليها بالفراخ المتقطعة صغير مكعبات كده صغيرة، وهشوح في الفراخ بتاعتي. ودي بقى هتبقى الحشوة بتاعتي اللي هستخدمها في الميني بيتزا والاكل اللي هوريه لكم بعد شويه. المهم معايا التوابل هنا بقى، معايا ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، زنجبيل، بابريكا، رشه من الريحان، وبهارات الفراخ، وكزبرة وكمون. حطي التوابل اللي بتحبيها والطعم اللي بتحبيه، انا التوابل دي اللي بتظبط لي الاكل، بحس كده بطعمها وبتبقى عجباني جدا. حطي التوابل اللي انت بتحبيها. حطيت مكعب من المرقة بالشكل ده، نزلته على الفراخ بتاعتي، وهفضل اقلب فيهم، وبعد ما يتشوحوا كويس جدا بقى ويفضلوا دقيقتين 3 كده على النار، وافضل اقلب فيهم. هنزل في الاخر معايا فلفل الوان، فلفل اخضر، المتاح عندك حطيه. نزلت بالفلفل بتاعي المتقطع صغير وهقلب فيهم، وكده الوصفة بتاعتنا الاولى بقت جاهزة. تعالوا بقى نشوف برجر الفراخ هعمله ازاي. معايا صدور الفراخ، هحط عليها ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، رشة من الزنجبيل أو الجنزبيل، مكعب من مرقة الفراخ، وهحط عليهم معلقتين كبار من النشا. هضرب الكلام ده كله مع بعضه في الكبة يتضربوا كويس جدا، وبعدين هشكل بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الصدور الفراخ او برجر الفراخ ما بيتعملش بصدور بس، المفروض يتعمل بميكس صدور ووراك مع بعض، بس انا ما كانش عندي غير صدور فراخ فاشتغلت بصدور فراخ. وعلشان ما فيش عندنا دهون في الفراخ، يعني لو عندك حته ليا كده تقدري تحطيها مع صدور الفراخ وتضربيها في الكبه تديكي طعم حلو قوي. علشان ما عنديش دهون، فحطيت معلقتين 3 كده من الزيت، يكونوا كتار شويه، يعني مش كتير ان انتي بتقليه، بس يكون كتير، مش بس دهنة في الطاسة بتاعتك او على الجريل بتاعك.
شكلت البرجر بتاعي زي ما انت شفتي كده بالمكبس بتاع البرجر، وحطيتهم كده على الطاسه بتاعتي او على الجريل بتاعي بعد ما سخن كويس والزيت كمان كان سخن. نزلت كده بالفراخ بتاعتي والبرجر، وهفضل اقلب فيهم يمين وشمال وفوق وتحت كده لحد ما يستوي من جميع الاتجاهات. مش هياخد وقت خالص، بمنتهى البساطه والسلاسه هتخلصي البرجر بتاعك. دي كانت تاني حاجة هعملها معايا وهي البرجر. كل ده والعجينة بتاعتنا بتختمر، يعني انتي عجيني العجينة وعلى ما تختمر تكوني خلصتي الحشوات بتاعتك. وطبعا عايزه اقولك لو الاكل بتاعك هتعمليه على طول وتعمليه في السندوتشات، فتقدري تحطي الجبنه على البرجر في الوقت ده، هتلاقيها ساحت على البرجر وتقدري تحشي بيها السندوتشات على طول. انا علشان عملت البرجر بتاعي ولسه الاكل مش جاهز ان انا احطه، فبطلعها وبحط الجبنه في الاخر. تعالوا بقى نعمل برجر اللحمه. معايا اللحمه المفرومه بتاعتي، حطيت عليها ملح، فلفل اسود، رشه من الكزبره، وحطيت عليها كمان باكت من بهارات البرجر. ما كانش عندي فحطيت بهارات كفته. تمام كده، بس يستحسن تحطي بهارات برجر. هقلبهم كده، وبعدين افتكرت ان انا ما حطيتش البيكنج باودر، فرجعت زودت معلقه صغيره من البيكنج باودر. هعجنهم كويس جدا، واللحمه لازم احط لها بيكنج باودر علشان ما تكشش. تمام، لكن الفراخ حجمها مش بيصغر ولا اي حاجه. هنا بقى هفضل اقلب فيها كويس جدا، وبعد ما تبقى جاهزه معايا بالشكل ده هنيجي نشكلها في المكبس. المكبس بتاعي طبعا غسلته، مع اني كنت مستخدمه بلاستيك راب زي ما انت شايفه كده، بس طبعا غسلته. حطيت بقى بلاستيك راب بالشكل ده، وهاخد قطعه من اللحمه بتاعتي وافردها جوه المكبس. هغطيها بالشكل ده واضغط عليها بايديا، افردها كده على شكل الدايره، وبعدين بجيب الجزء التاني من المكبس وبضغط عليها من فوق علشان تاخد الخطوط او العلامات ويكون كلها حجم واحد. تمام، لو لقيتي زي ما انت شايفه كده حته مش واصل لها اللحمه او قطعه اللحمه بتاعتك صغيره، ممكن تزودي قطعه زي ما انا عملت كده. وده شكل اللحمه بتاعتنا. شايفين شكل البرجر طالع عامل ازاي؟ حلو جدا. لو انا ما عنديش المكبس ده، باي غطا مدور تقدري تشتغلي زي ما انا بشتغل كده بالظبط. تشتغلي بغطا مدور، غطا برطمان، غطا علبه جبنه، مثلثات، المتاح عندك استخدميه، مفيش مشكله خالص. عملنا الكميه بتاعتنا. تعالوا نرجع على الجريل، برضو غسلته. وهنا بقى مش هحط زيت كتير علشان اللحمة بتاعتي فيها نسبة دهون طبعا، فحطيت بس معلقة كده دهنتها في الجريل، والجريل بتاعي سخن كويس، ونزلت بالبرجر زي ما انت شايفة كده. تكنيك بقى تسوية برجر الفراخ غير تكنيك تسوية برجر اللحمة. زي ما انت شفتي انا بسوي برجر الفراخ ازاي، بكل بساطة بتقلبيه فوق وتحت. برجر اللحمة بقى ليه تكنيك تاني، علشان بس اللحمة ما تكشش معاكي وتلاقي حتة البرجر بقت قد كده في الاخر. احنا بعد ما بنحط البرجر بياخد صدمة كده من تحت، بنقلبه بياخد لون وصدمة من الناحية التانية. فبتقدري هنا تجيبي اي حاجة تقيلة وتضغطي بيها على برجر اللحمة بتاعك. انا جبت القطعة التانية بتاعة مكبس البرجر وبضغط بيها على البرجر بتاعي بالشكل ده. تقدري تستخدمي سباتيولا تكون ناشفة كده تقيلة، تقدري تستخدمي اي حاجة في البيت عندك تكون تقيلة شوية تقدري تضغطي بيها، يعني ما تتكسرش معاكي، وتضغطي بيها على البرجر. هقلبه برضو على الناحية التانية وهكرر نفس الحركة. هجيب المكبس بتاعي وهضغط بيه زي ما قلتلك على البرجر. الحركة دي هتخلي البرجر معاكي يطلع حجمه كبير ويطلع رفيع شوية، ما يكونش تخين. لو انتي سبتيه في الطاسة كده لوحده هتلاقيه كش وحجمه تخن كده لفوق، مش هيبقى حلو خالص. لكن ده زي اللي بيتعمل في المطاعم بالظبط يا جماعة. هكمل تسوية بنفس الشكل زي ما انت شايفة كده. وزي ما قلتلك برضو لو انت هتعملي السندوتشات على طول تقدري تحطي الجبنة عليها دلوقتي، هتلاقيها ساحت وتقدري تحشي بيها السندوتشات على طول. زي ما انت شايفه كده البرجر بتاعي هنا كان خلاص استوى. تقدري تطلعيه كده، بس انا بحبه يبقى ويل دان قوي، يبقى مستوي قوي، مفيهوش اي حاجه من جوه. فبضغط عليه كده بتاكد ان مفيش اي سوائل نازله منه ولا اي حاجه. كده استوى وجاهز معايا، اقدر ارفعه واشيله، وكده كمان البرجر اللحمه يكون جاهز. كده عملنا الحشوه بتاعتنا بتاعه الفراخ، وعملنا برجر الفراخ، وعملنا برجر اللحمه. وتعالوا نشوف العجينه بتاعتنا وصلت لحد فين. هنا العجينة كانت اختمرت
معايا معلقتين زيت كده هحط فيهم ايديا، وهاخد كده من العجينة كرات صغيرة. هعمل كرات صغيرة، ده حجم البرجر بتاعي. هعمل كرات صغيرة واحطها في الصينية بتاعتي مدهونة زيت. بحطهم في الصينية وبغطيهم وبسيبهم يخمروا، بياخدوا تلت ساعة او ربع ساعة حسب المكان اللي انتي فيه، حر برد الكلام ده. بيخمر معاكي جوه الصينية تاني، وبعدين بتكوني مشغلة الفرن بتاعك على درجة حرارة 350 لو انتي في امريكا، ودرجة حرارة 180 لو انتي في مصر. وبتدخلي الصينية بتاعتك او الصاج بتاعك الفرن. بس هنا ده شكله بعد ما عملت الكرات بتاعتي. هغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي، وبعدين هرجع لكم. شايفين انا هنا غطيتها وهنا كانت اختمرت. هشيل الورق بتاعي او البلاستيك راب بتاعي كده، وهنا هدهنها لبن قبل ما ادخلها الفرن. الفرن بتاعك سخن كويس جدا، هتدهني لبن بالشكل ده. ممكن تدهني بيض على فكرة، بس انا بحب اللبن بصراحة. بدهن الوش باللبن بالشكل ده وهدخلها الفرن. بتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة، وهتلاقيها خرجت معاكي البرجر جاهز وحلو جدا. او عيش البرجر الكايزر يعني. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني غير الكايزر بتاع البرجر. معايا هنا قطعة عجينة تكون كبيرة شوية، هفردها على شكل مستطيل. وطبعا العجينة بتاعتك لو عايزة دقيق هتحط لها رشة دقيق من تحت ومن فوق كده، ولو احتاجت منك دقيق وانت بتفردي هتزودي دقيق زي ما انا بعمل كده. هتفرديها بقى على شكل مستطيل. هنا بعد ما فردت العجينة بتاعتي على الشكل المستطيل زي ما انت شايفة كده، بجيب الصلصة بتاعة البيتزا وبدهن بيها من النص. هتجيبي النص كده بالظبط وتدهني في النص بس. تمام. هحط بعد ما حطيت الصلصة بتاعتي وفردتها بالشكل ده، هجيب بقى الحشوة اللي تعجبني. انا هحشي ايه؟ انا جبت جبنة موتزاريلا بفردها بالشكل ده، وهحط عليها كمان رشة من الجبنة الشيدر. وبعد ما احط ميكس الجبن ده، هجيب بقى الفراخ اللي عملتها في الاول خالص، اللي هي نقول انها شاورما فراخ. هنحطها على النص كده بالشكل ده. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا صلصة، حطينا جبنة موتزاريلا، حطينا جبنة شيدر، وكمان حطيت الفراخ بتاعتي. هجيب بقى سكينة وهقطع من على جنب بالشكل ده. هنعمل خطوط كده، فتحات بالشكل ده، وهاجي الناحية التانية هعمل نفس الخطوط بنفس المستوى. كده جاهزة معانا. هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب بقى يمين وشمال واقفل بالشكل ده. هجيب اليمين واحطه الناحية التانية، وهجيب الشمال واحطه الناحية التانية، وهكذا بنفس الشكل لحد ما نخلص الصباع بتاعنا كله. عايزة اقولك الساندوتش ده كان حلو جدا وشكله حلو قوي وطعمه حلو كمان. ما هو نفس الحشوة، بس الشكل بيفرق مع الولاد، يعني بيحسوا ان انتي عامله لهم حاجة جديدة. شايفة شكله عامل ازاي؟ حلو جدا. هجيب بقى صينية بتاعتي، برضو الصواني بتاعتي مدهونة زيت وحطيته بالشكل ده. هجيب بقى معلقة من اللبن او الحليب وهدهن بيها الصباع بالشكل ده. زي ما قلت لكم تقدري تدهني بيض، مفيش اي مشكلة خالص. هجيب بقى قطعة تانية من العجينة بس تكون صغيرة شوية، مش كبيرة يعني زي اللي عملناها من شوية، لا تبقى حجمها صغيرة شوية. وهفردها بالطول كده على شكل بيضاوي زي ما انت شايفة كده. هفردها كده على شكل بيضاوي، وهرجع احطها في الصينية جنب الصباع المحشي اللي عملناه من شوية. تعالوا نحطها كده في الصينية ونشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى حطيتها في الصينية. هجيب بقى الشوكة بتاعتي وهعمل فيها فتحات بالشكل ده، او هخرمها بالشكل ده. هجيب بقى الصلصة بتاعة البيتزا او الصوص بتاع البيتزا، وهحط كده ادهن الوش بتاعي. بعد ما حطيت الصوص بالشكل ده، هجيب بقى الحشوة اللي انا حابة احطها. احط برضو جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، وحشوة الفراخ. نفس الحشوة بتاعتي هحطها على البيتزا بتاعتي اللي بالطول بالشكل ده. عايزه اقولك ان ممكن يبقى نفس الاكل بتاعك، نفس الطريقه اللي بتعمليها، بس تعملي اشكال وحاجات مختلفه. هتحسسي الولاد عندك ان انت عامله اشكال كتير واصناف كتير وحاجات كتير، وهي نفس الاكله، هي نفس الحشوه. تقدري تعملي حاجه بسيطه جدا تعملي منها حاجات كتير قوي وتفرحي الولاد. هحط برضو الفراخ بتاعتي بالشكل ده. وكده بقى الصينية دي كمان جاهزة معايا ادخلها الفرن. انا بعمل الاكل مش بسيبه بره،
بدخله الفرن على طول، علشان لو سبت العجينه بتاعتك كده بره هتلاقيها خمرت، لا تخلصي وتدخليها الفرن على طول. هدخلها الفرن وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا هنا بقى هاخد كرات صغيره جدا علشان هعمل ميني بيتزا. هاخد كور صغيره جدا كده وهعملها بالشكل ده، مدور بالشكل ده، وهحطها في الصينيه بتاعتي، برضو الصينيه مدهونه زيت، وحطيت الكميه بتاعتي كلها، بعمل فيها فتحات بالشوكه بالشكل ده. وبعدين برضو هحط صوص البيتزا او الصلصه بتاعه البيتزا، وهحط معايا جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، الفراخ، الحشوه اللي بتحبيها حطيها زي ما قلت لكم. هحط بقى هنا الجبن، وهرجع احط الفراخ على الوش زي ما انت شايفه كده. وكده الميني بيتزا كمان جاهزه معايا. هدخلها الفرن على طول علشان العجينه بتاعتنا ما تعلاش وما تخمرش تاني في الصينيه. انا بقى كان الكايزر بتاعي خرج من الفرن، بجيب الفوطه بتاعه المخبوزات، مخصصاها للمخبوزات يعني في المطبخ، وببلها وبعصرها كويس جدا، وبعدين بحطها على وش الكايزر بتاعي، بسيبها 10 دقايق وده بيبقى شكله النهائي. هنا كمان الساندوتشات دي او البيتزا بتاعتنا خرجت من الفرن. بشيل كده الساندوتش وبحط البيتزا بتاعتي بقطعها بالشكل ده، شكلهم حلو جدا. وهنا كمان الميني بيتزا خرجت. تعالوا بقى نعمل ساندوتشات بتاعتنا، هنعملها ازاي وايه الحشوة وايه الصوص اللي هنحطه. معايا معلقتين كبار من الكاتشب، معلقتين كبار من المايونيز، وهحط عليهم من نص معلقة لمعلقة كبيرة كده من الخيار المخلل مقطعاه صغير جدا وحطيته على الكاتشب والمايونيز. هقلبهم كويس جدا، وده احلى صوص هتعمليه لساندوتشات البرجر وبرجر اللحمه وبرجر الفراخ كمان. هعمل كده العيش بتاعي الكايزر، قسمته بالنص بالشكل ده، وهجيب الصوص بتاعي احط كده من فوق ومن تحت زي ما انت شايفه، في الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت. وتقدري تزودي صوص او تقللي حسب رغبتك وحسب انت بتحبي الصوص كتير ولا قليل. وهحط بقى خس، وهحط كمان بصل، وهحط معايا البرجر بتاعي برجر اللحمه، وهحط عليه الجبنه. وتقدري هنا، وحطيت طماطم وهقفل. وهنا بقى لو انت حابه الجبنه تكون سايحه، بتجيبي قطعه البرجر بتحطي عليها شريحه الجبنه وبتدخليها الميكروويف 30 ثانيه، بتلاقيها ساحت، ترجعي تحطيها على الساندوتش بتاعك وهتبقى جاهزه معاكي على الاكل على طول. هنا هعمل واحد كمان من الساندوتش عشان تشوفوا انا عملت ايه تاني. هحط الخس كده بعد ما حطيت الصوص وحطيت البصل والبرجر والجبنه، وهحط كمان طماطم، وتقدري تزودي خيار مخلل براحتك، وتقدري تشيلي اي حاجه ما بتحبيش طعمها. كده الساندوتشات بتاعتنا جاهزه. حطيتها في السيرفيس بالشكل ده، وحطيت كمان شيري توميتو كده علشان انطق شكل السيرفيس بالشكل ده. وتعالوا نعمل ساندوتشات البرجر الفراخ. هحط نفس الصوص اللي انا عملته معاكم وهدهن كده، وبعدين هحط معايا برضو خس وبصل، وهحط البرجر وهحط التشيز وهحط الطماطم، وهقفل الساندوتش. وكده برضو ساندوتشات الفراخ او برجر الفراخ هتبقى جاهزة معانا. هقفل الساندوتش بالشكل ده، وكده الساندوتش كمان جاهز معانا. هحط ساندوتشات الفراخ او برجر الفراخ في السيرفيس برضو، وهحط عليهم شيري توميتو زي ما انت شايفه كده. كده الاكل بتاعنا جاهز. باقي وصفه واحده هي اللي ما حطيتهاش في الفيديو ده علشان ملهاش اي علاقه بالمعجنات اللي عملناها، وهنزلها لكم في فيديو لوحدها تكون منفصله. كده شكل الاوبن بوفيه اللي انا عملته، ده شكل السفرة بتاعتنا يعني. واتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، واسفة لو الفيديو بتاعنا كان طويل النهاردة شوية، بس حبيت اجمع لكم كل الاكل بتاعي، وتقدري ازاي تعملي حفلة او تقدري ازاي تعملي اوبن بوفيه بحاجات بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتعملوا اشتراك سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بتنزل. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا، واستنوني هنزل لكم باقي فيديوهات الحفله في اليومين الجايين. اشوفكم المره الجايه. باي باي.